ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. موضوعنا النهارده عن البنات اللي كبرت في السن ولسه متجوزتش. يبقى في بنت عندها 30 او 35 سنه، ناجحه ومحترمه، بس كل اللي الناس شايفاه انها لسه متجوزتش. فيها ايه؟ بتعملوا كده ليه؟ في بنت كل سنه بيعدي عليها عيد ميلادها، وهي اول حاجه بتيجي في بالها مش الفرحه، لكن سؤال واحد بس: هو انا اتاخرت؟ مش لانها فشلت ولا لانها وحشه، لكن لان المجتمع قرر ان في سن معين لازم تكون في حياة معينة. المشكلة مش ان البنت كبرت ولسه ما اتجوزتش، المشكلة اننا ربطنا قيمة البنت بحالة اجتماعية واحدة بس: كبرت يبقى لازم تبرري، نجحتي بس لسه ما اتجوزتيش، مستقرة بس كان نفسها تفرح، وكأن الجواز هو شهادة النجاح الوحيدة اللي المجتمع بيعترف بيها. في بنات اتجوزت بدري ومرتاحتش، وفي بنات اتجوزت متأخر وعاشت احلى ايامها، وفي بنات لسه مستنية، مش علشان مفيش فرص، لكن علشان رافضة الغلط، رافضة تعيش مع حد مش شبهها، رافضة تقبل بنص امان او علاقة كلها تنازلات موجعة. اكتر حاجة بتوجع مش الوحدة، لكن الاسئلة، نظرة الشفقة، الكلام اللي بيبان هزار وهو في الحقيقة جرح. مش عايزة تتجوز، اكيد فيها حاجة. الفرص مش هتستنى، والبنت تضحك وتمشي، ترجع البيت تفكر: هو انا غلطانة؟ لا، انتي مش غلطانة، المجتمع هو اللي غلطان. خلينا نكون صراحة: الجواز مش سباق ولا شهادة ولا علاج للوحدة، الجواز شراكة واحترام وامان، واي بنت تختار انها تستنى لحد ما تلاقي ده هي بنت قوية مش ضعيفة. لكل بنت حاسة ان العمر بيجري والناس بتسبقها: انتي مش متأخرة، انتي في طريقك. مش مطلوب منك حاجة غير انك تفرحي نفسك، مش مطلوب منك تفرحي الناس ولا تثبتي حاجة للناس، لا، انت بتثبتي الكلام ده لنفسك. ولا تعيشي حياة غيرك، عيشي حياتك انت، ابني نفسك، اهتمي بقلبك، وافتكري ان اللي هيشاركك عمرك لازم يكون اضافة مش تعويض. بقول الكلام ده للمجتمع: خفوا ضغط على البنات، وخفوا كلام، بلاش الكلام الجارح، بلاش ليه انت لسه ما اتجوزتيش، ليه انت لسه مش عارف ايه، انت كبرتي، انت الخلفة هتعدي منك. مفيش بنت ناقصها اي حاجة، مش كل بنت قصتها واحدة. اسألوا عن راحتها مش عن سنها، ادعموها مش تحاسبوها. اللي جاي في الوقت الصح بيكون احلى، واللي بيجي غصب بيكلف كتير. فعيشي على مهلك، وما تخليش حد يقنعك ان قيمتك في حاجة غير نفسك. يا رب يكون كلامي عجبكم، وان شاء الله المرة الجاية نتقابل. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا شير. مع السلامة.